الفل على عيونكم وسق الجميل، معاكم قناة أكل وقصة. والنهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة وسريعة حلوة جدا لجوع آخر الليل. هنعمل حاجة كده مش هتحتاج وقت كتير. هنعمل الفطير الشرقي من غير عجن، وش بيتزا كده شكله قمر قوي وطعمه خطير. تقدري تعمليه بقى أول ما بطنك تصوصو كده بالليل. ندور بقى في البيت ونشوف ايه الحاجات اللي عندنا في التلاجة ونقدر نعمل بيها أحلى فطير من غير ما تعجني ولا توجعي قلبك. كلنا عارفين طبعا ان الفطير الشرقي دلوقتي بقى بمبلغ وقدره، وانتي بتجيبيه من بره جاهز. هتعمليه بقى في البيت من غير عجن من غير لات، شايفين الجمال والطعامه. ونعمل بقى كمان عليه وش بيتزا بقى، واولادنا بقى بيحبوا الشغل اللي بالجبن ده جدا جدا. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. شايفين الجمال والحشوه غنيه جدا، وهقولك على افكار كتير للحشوات. مفيش اجمل ولا اسهل من كده. هنعمله بمكون واحد بس، هو مكون سهل وسريع جدا. هتعمليه بالجلاش، مفيش ابسط ولا اسهل من كده. مش هقولك بقى تعجني وتستني لما تخمر، لا، انت هتخش المطبخ معاكي لفه جلاش. تعالي هاتيها معايا وانا اقولك هنعمل فطير القمر ده ازاي. بس تعالى اوريكم شكل الحشو من جوه. عايزه اقولك حتى لما بتجيبيه جاهز ما بيبقاش محشي كده بذمه وضمير. يلا بينا على الحشوات بتاعتنا. طبعا كل ما تدلعي الحشوه بتاعتك كل ما يطلع طعمه اجمل واحلى. معايا هنا فلفل الوان اخضر واحمر واصفر، وقطع من الطماطم شلت القلب بتاعها واخدت بس اللحم. ومعايا هنا زيتون اسود واخضر، تقدروا بقى طبعا تختاروا نوع الزيتون اللي انتوا بتحبوه. وشوية من عصاج اللحمة المفرومة. ده عصاج كان عندي متوفر كده في التلاجة، طلعته وحبيت أعمل بيه وصفة. مش متوفر عندي مفيش أي مشكلة خالص، انتي ممكن تعملي الوصفة دي بالجبن بس. ممكن تعمليها مثلا لو عندك فرخة بايتة، حتة بانيه، تحمريها مع شوية بصلاية وتحطي عليها ملح وفلفل أسود وبابريكا وبصل بودر وثوم بودر. تقدري تدلعي نفسك بأي بدايل عندك. عندك شوية لانشون مفيش أي مشكلة، بيفي مفيش أي مشكلة، شوية سوسيس، تقدري تعمليه بشوية بسطرمة. المتوفر عندك، شوفي افتحي تلاجتك وشوفي ايه المتوفر عندك واعملي. الأساسي عندنا هو شوية من المشكل الجبن أو أي نوع جبنة يعني انت عندك متوفر، وشوية من الخضار. هو ده أساس الوصفة بتاعتنا. ولفة الجلاش طبعا. معايا هنا نص كوباية من السمنة. هحط عليها علبة من الزبادي البلدي، وتقدروا تستخدموا كمان زبادي الشركات لو انتوا حابين. هقلبهم كويس قوي مع بعض وهبدأ أبهرهم. لاحظوا إن أنا مش هحط أي بهارات خالص في الفطيرة دي، فهعتمد على التشريبة أو الصوص اللي أنا هدهنه في كل الطبقات. فلازم أبهره كويس قوي. هبهره بإيه؟ بشوية ملح وفلفل أسود، بس كده بس كده، مفيش أبسط من كده. كمان بقى هنحط له حاجة كمان تدي للطبقات دي توريق وتساعد على إن الطبقات تنفش معانا وتبقى جميلة. معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بس كده. يعني أنا هنا معايا الصوص أو التشريبة اللي أنا هدهن بيها نص كوباية من السمنة، وعلبة زبادي، وملح وفلفل اسود، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، بس كده. تقدروا برضو تستبدلوا المكونات دي مثلا ببيضة مع كوباية لبن لو انتوا حابين، وتستغنوا خالص عن السمنة وعن الزبادي. طبعا احنا بنحط الزبادي عشان يطري معانا الطبقات ومتطلعش ناشفة، وتطلع يعني مقرمشة من بره وطرية وده يبقى كده من جوه. هو ده اللي احنا عايزينه. شايفين اول ما حطيت البيكنج باودر كده بدأ يفور معانا لان السمنه بتاعتي كانت دافيه. هو ده اللي احنا عايزينه. انا هجيب بقى صينيه مقاس 30، تقدروا تستخدموا اي نوع صينيه انتوا حابينها، مدور مستطيل مفيش اي مشكله خالص. وطريقه بقى الرص مفيش اسهل ولا ابسط من كده. هجيب بقى ورق الجلاش. هنشوف بقى ايه اللفه بتاعتنا بتاعت الجلاش دي. هنشيل منها ورقتين يكونوا سلام ونركنهم على جنب عشان دول اللي هنغطي بيهم الوش ويدونا شكل حلو. وهبدأ أجيب ورق الجلاش ده وألفه حوالين الصينية. جزء منه بحطه في الأرضية بتاعة الصينية، والجزء التاني بحطه بره عشان لما أحط الحشوة أقفل عليه والحشوة ما تطلعش مننا، ويطلع الأرضية بتاعتنا سميكة وتستحمل الحشوة بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده كل ما أحط طبقة بدهن شوية من التشريبة بتاعتنا دي. ممكن تدهنوا كل ورقتين، مش لازم كل ورقة، زي ما تحبوا. وحبيت اقول لكم بقى على الافكار بتاعتي. لو بقى عندك فرخه بايته عندك، ممكن تنسلي القطع بتاعت الفراخ دي وتاخديها تشويحه مع شويه من السمنه والملح والفلفل الاسود، او تستخدميها زي ما هي.
عندك الناجتس او البانيه اللي بيتباع بره ده، ممكن تقليه واحدة او اتنين وتقطعي مربعات صغيرة وتحطيهم برضو في الحشوة بتاعتك، هتطلع لذيذة جدا. لو عندك كمان قطع السوسيس او شوية من الصدوق، ممكن تحطيه مع شوية من الخضار، تاخديه السوسيس هتستخدميه زي ما هو ني، اما الصدوق ممكن تاخديه تشويحة بسيطة كده على النار مع شوية من الطماطم والفلفل الرومي، وتحطيهم كلهم حشوة كده متكاملة على بعضها. يعني الأفكار كتير. ما عندكيش ممكن تجيبي شوية من الجبنة المبشورة، سواء شيدر موتزاريلا وتحطيها. عندكيش خاص ممكن تستخدمي على فكرة جبنة قريش أو حتى جبنة فيتا مع شوية من الزعتر وحبة من الفلفل الرومي والفلفل الحامي وتحطيهم. هيديكي افكار حلوه قوي، تقدري تعملي اطعم مختلفه من الفطيره دي. هي فطيره تقدري تطوعيها زي ما انتي حابه. انا هنا عملت ايه، حطيت شويه من الجبنه الشيدر المبشوره، وحطيت شويه من العصاج اللي معايا، وشويه من الفلفل الالوان، وبوزعهم كده توزيع يعني عشوائيه زي ما انتم شايفين كده. الكميه طبعا انت اللي بتحدديها. عايزه اقول لكم ان احنا لما بنجيبه جاهز ما بيحشوش الحشوه اللي احنا بنحشيها في البيت. يعني انت بتحشيها في البيت بتدلعي نفسك بتدلعي اولادك، بتحشيها بضمير عشان الحاجه البيتي كده بتتعمل بمزاج. انما الحاجه الخارجيه دي بتبقى شغل سوق كده، بتتعمل كلفتة، وطبعا الكميات اللي فيها بتبقى قليله جدا عشان خاطر هما بيوفروا. احنا بقى بنعمل لاولادنا كل الحاجات اللي هما بيحبوها. تقدري بقى تدخلي كل انواع الخضار اللي اولادك بيحبوا. طبعا كلنا عارفين طبعا ان الفلفل الالوان ده فيه اوميجا 3 مفيد جدا لاولادنا، فحلو قوي ان احنا ندخله في اي وصفات بقى. دخلي في بيتزا معاكي، دخلي في فطير، آه، دخلي في فطاير برضو لو انت عايزه تعملي فطاير. اي حاجه انت عايزه تعمليها فيها حشوات دخليه معاكي. لو بتعملي عصاج ممكن تحطيه مع اللحمه المفرومه، فلفل الوان اخضر بقى واحمر واصفر. الالوان اصلا ذات نفسها بتجذب انتباه الاولاد وبتفتح نفسهم. هبدا بقى اقفل على الطبقات زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده بدهن كل طبقه بطريقه سهله وبسيطه. طبعا ده تقدروا تعملوه لو انتوا جعتوا بالليل، حابه تعملي فطار سهل وسريع، رايحين النادي وعايزين حاجه سريعه، وعايزه تاخدي حاجه ولادك ياكلوها على طول بعد السباحه ولا حاجه. الوصفه دي هرشحها لك بقوة، لأن هي سهلة وسريعة، مش هتاخد منك وقت خالص في المطبخ، وبتطلعي كل المكونات اللي متوفرة عندك في التلاجة أو البواقي اللي عندك متبقية من الأكل تاني يوم، تقدري تعملي منها غدوة سريعة لأولادك. سهلة وسريعة ومفيش أبسط من كده. زي ما انتم شايفين كده أنا بدهن الطبقات بتاعتي وهقفل عليها كويس قوي، واطمن ان الحشوة مش تطلع من عندي من الجناب عشان لما تيجي تستوي ما تتحرقش مني. طبعا انا كل الحشوة اللي انا حشيتها دي سبت منها شوية صغيرين هنحطهم على الوش. كل اولادنا بقى بيحبوا الفطير الشرقي ده، بيبقى على شكل وش بيتزا كده خطير من على الوش. فانا حبيت اعمل لاولادي زي الشغل الخارجي كده، تعمل لهم بقى جزء ال- اللقطة الخارجية دي اللي هو ايه الوش بتاع البيتزا ده. مفيش اي مشكلة خالص. هنعمل ايه، هنجيب، فاكرين ان انا قلت لكم في اول الفيديو لما بنجيب لفة الجلاش هنشيل ورقتين سلام. هما الورقتين السلام دول بعد ما احنا خلاص قفلنا الطبقات، بجيب واحدة منهم وابدأ ايه احطها على الوش، وانزل الجناب بتاعتها من تحت الحشوة بتاعتنا علشان اطمن ان الورقة الفطيرة اللي بتبقى من فوق ما تكونش مقطعة معايا. وحتى لو قطعت معاكي مفيش اي مشكلة خالص، عادي بتحصل. مهم ان هي تبقى شكلها حلو، وتبقي انتي عامله الوصفه بحب ولذيذه، وان شاء الله اولادك تعجبهم. وانتي كمان تجربي الوصفه وتقولي لي رايك فيها. انتي لسه لحد دلوقتي بتتفرجي على الفيديو وما عملتيش لايك، انزلي اعملي لي لايك كمان. ولو حابه تشوفي وصفات حلوه لجوع اخر الليل تابعيني على قناتي، انا بنزل وصفات كتير. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي لي لايك وتدوسي على علامه الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا بقى حبيت احبش الفطيره بقى وقلت ادلعها، بما اننا عاملين حاجه بيتي بقى ندلعها جامد. كان عندي بقى ايه معلقه كبيره من القشطه كده جبتها من وش اللبن، حبيت ادهن بيها وش الفطيره. وده اختياري، مش شرط خالص ان انت تعملي الخطوه دي. طالما انت دهنتي كل الطبقات بالسمنه او السمنه والزبادي اللي احنا عملناهم مع بعض،
مش هتحتاجي تدهني الطبقة دي. احط بقى شوية من الجبنة الموتزاريلا، عندك بقى شوية من الجبنة الشيدر المتبقي مفيش اي مشكلة، وندلعها بقى بشوية من الزيتون وشوية من الفلفل الالوان عشان نعمل شكل جميل كده، وندخلها الفرن. هتدخليها الفرن على اعلى درجة. اهم حاجة الفرن يكون ساخن مسبقا، حوالي 10 دقايق كده مسخنين الفرن على درجة حرارة 200-250 على حسب الفرن بتاعك. هكون بقى حاطة الصاج بتاعي على الرف اللي قبل الأخير. أنا بولع عليها من تحت الأول لحد ما تاخد سوا ولون ذهبي. أول ما تاخد لون ذهبي من تحت ببدأ أولع عليها من فوق تحت الشواية تاخد لون حلو والجبنة تسيح معانا. أنا بتاخد معايا من تحت في الفرن حوالي تلت ساعة لنص ساعة، وطبعا بتختلف من كل فرن والتاني على حسب قوة الفرن بتاعي. هدخلها الفرن على الرف اللي قبل الأخير، وهسيبها زي ما قلت لكم من تلت ساعة لنص ساعة لحد ما تاخد اللون الذهبي. وهوريها لكم دلوقتي بعد ما شغلت عليها الشواية من فوق كده حوالي 5 دقايق. اول ما بتطلع لو انت عايزاها تفضل طرية معاكي غطيها باي فوطة عندك وسيبيها حوالي 10 دقايق مع الفوطة عشان تديكي الطراوة بتاعة الفطيرة. انا الصراحه بحبها مقرمشه فما غطيتهاش، بحب الطبقه اللي من فوق كده تبقى محروشه ومقرمشه كده وجميله. شايفين شكلها حلو ازاي؟ يا خراشي على الطعم والريحة. عايزة اشممكم الريحة من هنا خطيرة. جربوها وان شاء الله هتعجبكم، وزي ما قلت لكم تقدروا تطوعوا الحشوة بتاعتكم زي ما انتوا عايزين بالطريقة اللي تعجبكم. دي كانت وصفة النهاردة. عملنا الفطير الشرقي وش بيتزا من غير عجن ولا لت ولا اي حاجة ولا تعب. تقدروا تعملوها في المصايف معاكم، كمان تقدروا تعملوها في التمارين في النوادي، وكمان تنفع لجوع اخر الليل. يا رب الوصفة تكون عجبكم، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك الامر، واستنوني في وصفات اخرى. باي باي.